يا مساء الفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناة ليلي. النهارده نبدأ ملخص جديد للحلقة رقم 9 ومسلسل اعلى نسبة مشاهدة. الحلقة مليانة مفاجآت علشان تعرفوها، تابعوني لاخر الفيديو وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ مقدمة للحلقة. طبعا بنشوف نسمة الكاريزما بتعمل فيديو كليب ليها ومشهورة جدا. وندخل بقى على الحلقة بتاعتنا، بنلاقي حسن راح لأبو شيماء وبيطلب ايدها وبيقول له انا عاوز اتجوزها. هو بيرحب وبيوافق وبيتصل بسرعة على شيماء وبيقول لها قابليني انا عاوز اكلمك في موضوع. اما هنا بنلاقي علي واقف بيتكلم مع واحدة وهو بيقول لها لو ما جبتليش الفلوس هنزل فيديوهاتك كلها على النت. وهنا امال بقى بتروح له وبتقول له بتتكلم مع مين. بيقول لها مفيش، انا هطلع اريح شوية وانت تقفي مكاني في المحل. اما في المشهد اللي بعد كده شيماء بتقعد مع باباها وبيقول لها ان حسن طلب ايدها وبتقول له طبعا هي موافقه، بس اتفقوا ان هما ما يقولوش لاي حد دلوقتي علشان خال شيماء اللي لسه متوفي. وهنا بقى بيرجع البيت باباها وبيقول للحمديه انا عايزه اتكلم معاكي شويه. وبتحكي له ان اخوها ساب فلوس مع صاحبه وبيقول لها في ايه تاني مخبياه عليا. اما هنا بقى شيماء بتكلم حسن في التليفون وبتقول له انا فرحانه ومبسوطه انك كلمت بابا. وهنا نسمة بتسمع المكالمه وبسرعه بتروح شيماء تقفل علشان نسمة ما تاخدش بالها. اما نسمة مستغله جدا وبتطلب من شيماء 500 جنيه. وهنا بقى حمدية بتتكلم مع فتحي وبعد كده بقى بيفضل يزعلها وبيقول لها بتعملي اعمال، انا لا يمكن اقعد معاكي ومش هكلمك خالص. وبتتضايق طبعا وبتزعل. وهنا بقى شيماء بتنزل بتلاقي حسن مستنيها بتقول له انا رايحه اصور اعلان جديد. بيقول لها انا مش هسيبك تاني وهفضل معاكي واي شغل تكلميني هروح معاكي. وبتقابل سحر وبتقول لها ان انا مش رايحه المعهد النهارده ورايحه اصور فيديو، حتى حسن رايح معايا. اما هنا طارق بيقابل كاميليا وبيقول لها عملتي ايه في الموديل التالتة، فبتقترح عليه ان هم يجيبوا شيماء وبتقول له فاكرها كانت في الحفله بتاعه افتتاح المطعم. قال لها طيب يبقى كلميها. اما هنا بقى بنروح لامال عاوزه تراقب علي وجارتها بتعرفها تراقبه ازاي، بتقول لها خلصي بسرعه قبل ما يطلع. فهو بيطلع بقى وصاحبتها بتقوم تمشي. اما نسمة بقى مستغله بتصور فيديو في المدرسه وخطيب هبه تاتو بيعمل لها لايك. بعد كده بيقول لها صاحبي نسمة علشان تعرفي اخبار شيماء والدنيا عندها ماشيه ازاي. وبتسمع كلامه وبتبعت لنسمة بتقول لها قابليني دلوقتي حالا. بتروح تقابلها فبتقول لها حاجه في ودنها واحنا ما بنسمعش هي بتقول لها ايه. بعد كده بتسيبها وبتمشي. هنا بقى المفاجاه الكبيره والصدمه بتاعت ام شيماء لما بتقعد مع جارتها وبتقول لها بصي على صفحه بنتك شيماء، هي بتعمل كده ازاي وانا عاوزه ابقى مشهوره زيها. بتقول لها لا دي مش بنتي. فبتوريها الصفحه وبتقول لها معقوله دي بنتي شيماء. فبيغمى عليها بقى اول ما بتعرف كده. اما هنا بقى شيماء بتقابل حسن في المول وبيتكلموا مع بعض هما الاتنين. وهم قاعدين بيتكلموا امال اختها بتكلمها وبتقول لها تعالي بسرعه يا شيماء امك محجوزه في المستشفى. وبتجري بسرعه علشان تلحق امها في المستشفى. وفعلا بتروح. وبعد كده شيماء بتطلب من حسن بتقول له والنبي امشي دلوقتي مش عاوزه حد يشوفك. فبيسمع كلامها وبيمشي. وعلي جوز اختها بيجي برضو وحد بيخبط من المستشفى وبيقولهم عاوزين ندفع الفلوس بتاعه تكاليف العلاج. بتروح بسرعة شيماء علشان تعرف بتلاقيهم 6000 جنيه. فما معاش الفلوس دي. فبتدور على اي حد يديها الفلوس. بتكلم خالها بيقول لها انا مش معايا دلوقتي. وبتكلم كاميليا برضو وبتقول لها انا مش معايا الفلوس دلوقتي. اما النسمة هنا بتستغل الموقف وتعمل لايف وتقول للناس ادعوا لي ماما محجوزة في المستشفى. وهنا بقى هبة تاتو بتقابل اختها شيماء وبتقول لها ابعدي عني انتي واختك. نروح لشيماء واخر امل قدامها ان هي بتتصل بفوكس وبتقول له عاوزة الفلوس. بيجي يديلها الفلوس ومقابل الكلام ده ان هو بيمضيها على ورقة وما هيش عارفة الورقة دي فيها ايه. فهي بتمضي على الورقة علشان تدفع تكاليف العلاج بتاعة والدتها. وبالفعل بتروح تدفع وباباهم بيعرف اللي حصل وبيجري بسرعة يروح على المستشفى. بعد كده بقى بيروح يبيع لوحة علشان يجيب فلوس ومصاريف. بعد كده
بنلاقي ان خالها بيتنكر ويلبس نقاب علشان محدش ياخد باله منه، وبيروح يشوف اخته في المستشفى علشان يطمن عليها. طبعا كل ده بمساعدة شيماء. اما هنا شيماء بقى بتغير الأوضة بتاعتها وبتدهنها علشان تبقى شكلها احسن. كل ده بقى ومامتها محجوزة في المستشفى بقالها اسبوع. حسن بيسأل على مامتها في التليفون، وبعد كل ده مامتها بترجع للبيت بالسلامة. طبعا هنا فتحي مفكر ان مامتهم زعلانة عشان زعق معاها، ومش عارف هي اصلا زعلانة من ايه والحقيقة. وشيماء بتطلب من مامتها ان هي تدخل الأوضة بتاعتها تتكلم معاها شوية لوحدهم. فبتشوف الأوضة بتاعتها وبتقول لها غيرتيها، انت عاوزة تغيري عيشتنا كلها، انت تعملي كده يا شيماء وتعملي الفيديوهات دي. قالت لها يا ماما انا ما عملتش حاجة عيب والله، وانا بعمل فيديوهات كويسة. بعد كده اختها بتدخل وبتقول لها خلاص يا شيماء عشان ماما تعبانه. بتقول لها والله ما هعمل حاجه تاني من وراكم، حتى لو عاوزه اختي تروح معايا وانا بصور الاعلانات دي. قالت لها هو انت لسه هتكملي؟ لو بابا عرف هيعمل ايه؟ قالت لهم ما تخافوش، لو عرف اي حاجه هقول ان انتوا ما تعرفوش اي حاجه، وانا بعمل كل دوت لوحدي. اما هنا باباهم بيدخل الاوضه وبيجيب سيره العريس اللي جاي لشيماء، ونسمة مستغربة جدا وبتقول لها مين ده؟ فبتقول لها ان ده حسن. سألتك قبل كده وقلتي لي ما فيش حد في حياتي. بتقول لها يعني هو انا لو بحبه هتسيبيه؟ فبتقول لها حسن بيحبني وانا بحبه وهنتجوز احنا الاتنين. بتحضنها نسمة وبتقول لها مبروك، بس بتبقى متضايقة كده من جواها. وبتروح بسرعة على ابوها وبتقول له بابا انا عاوزة اتكلم معاك على العريس اللي جاي لاختي شيماء. وعلى المشهد ده بتخلص الحلقة بتاعتنا، واستنوني في حلقة جديدة، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. باي باي.